ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ دلوقتي الطماطم رخيصة في السوق، وانا عايزة استغل الموقف ده. طب اعمل ايه؟ جبت شوية طماطم كده زي ما احنا شايفين. والله انا جبتها شروة على بعضها، يعني انا ما نقيتهاش. تمام. فطبعا لو حطيتيها كلها في التلاجة كده هتبوظ معاكي. طب ليه؟ تعالي اعملك اسهل طريقة للصلصة، ولا هتتعبي فيها ولا اي حاجة. انا فضيتها كلها زي ما احنا شايفين كده، ولازم اشيل الحتة اللي في النص دي وافتحها عشان اتاكد اللي هي نضيفة من جوه. وافضل بقى فاتحه الميه عليها وانضفها، وافتح كل واحده فيها، يعني ما تكسليش، عشان ساعات تبقى من بره تلاقيها شكلها حلو ومن جوه تلاقيها مش نضيفه. بصوا انا نضفت كده الكميه بتاعتي وسبت برضو شويه احطهم في التلاجة. بحط عليها معلقه سكر زي ما احنا شايفين كده صغيره. تمام. وهحط عليها ربع كوبايه ميه، وعلى النار يا قمر بقى. وطي اول ما تحطيها على النار، علي عليها لمجرد ما تغلي معاكي. وطي عليها خليها شعر وافضلي قلبي فيها. هتاكلي احلى صلصه، وهوريكي القوام بتاعها عامل ازاي. بس انا هنا اول ما غلت هنا، وطيت عليها بقى وقلبتها، وانا بقلبها بمعلقه خشب، بلاش تحطي فيها معدن خالص. تمام. بصوا هنا الميه اللي نازله دي الميه بتاعت الطماطم، طبعا مش دي كلها ربع كوبايه ميه اللي انا حطيتها. دي الميه بتاعت الطماطم، ربع كوبايه ميه اللي انا حطيتها دي عشان ما تلزقش في الحله اول ما تتحط. والسكر اللي انا حطيته دي ماده حافظه بتحافظ لي على الطماطم عشان لو شلتها في الفريزر. طبعا بفضل اقلب. بص هنا الميه كانت ابتدت تقل معايا، وبوريكي شكل الطماطمية بقت عامله ازاي. اتهرت خالص. دي بقى عايزه ضرب في الخلاط وتبقى معاكي زي العسل. شايفين؟ بصوا الميه قلت ازاي معايا بعد ما كانت الحله كلها ميه. بصوا انا هنا، بص القوام، انا هنا كنت مسبكه. انا هنا كنت بسبك وبوريكم منظر الطماطم. بصوا التقل بتاعها، بصوا القوام. شايفين؟ انا هنا كنت بعمل تسبيكه صلصه خدت منها. بصوا ما شاء الله عليها. يا دوبك ضربتها في الخلاط والله تبقى زي العسل معاكي، زي الجاهزه بالظبط اللي انت بتجيبيها. المفروض ان انت تسيبيها تهدى، بس انا طبعا ايه يعني كنت مستعجله عليها فضربتها في الخلاط على طول. بص القوام بتاعها عامل ازاي، اللهم بارك. كيسي بقى يا قمر المقدار اللي انت هتستخدميه على قد استخدامك في اكياس، وعلى الفريزر على طول. عايزه اقولك هتقعد معاكي بال5 شهور. بصوا ما شاء الله القوام بتاعها عامل ازاي. شايفين التقل؟ انا ما بصفاهاش، عايزه تصفيها صفيها، بس انا بحطها كده على طول. جربي الطريقه بتاعتي دي ومش هتندمي. متنسوش بقى يا حبايبي اللايك والشير وتعاوني في القناه.